بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده رقاق الطري او رقاق الفلاحي. طريقه سهله ونتيجه زي ما حضراتكم شايفين. رقاق طري معانا جدا، وهنسويه مع بعض في الطاسه باذن الله. عندنا كيلو دقيق هننزل عليه برشه ملح واتنين معلقه كبيره من السكر، وهنضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبعد كده هنضيف 3 كوب من اللبن الرايب، ممكن نستبدله بزبادي عليه لبن حليب، ونعجن كل المكونات ديت مع بعض. بعد كده هنضيف 2 معلقه كبيره من السمنه، ونخلط كل المكونات ديت مع بعض ونخدم العجينة كويس، نديها وقتها في العجن. وزي ما حضراتكم شايفين احنا خلصنا كده. هناخدها ونقطعها اجزاء متساوية، قطع صغيرة. العجينة معانا فيها سن تلزيق صغير عشان الرقاق بتاعنا يطلع لين معانا. بعد كده هناخده نسيبه يستريح 10 دقايق، وبعد كده ناخده نفرده. بعد ما ريحنا العجين تقريبا ربع ساعة، هناخده هنفرده مع بعض بكل سهولة عشان هو ارتاح، هيتفرد معانا بسهولة زي ما حضراتكم شايفين. هنفرد كام واحدة كده، وبعد كده ناخدهم نسويهم على طول معانا في الطاسة. عندنا الطاسة في الوقت ده لازم تكون سخنة علشان التسوية تكون مظبوطة. لازم تكون الطاسة بتاعتنا النار درجة الحرارة تكون تحتها مرتفعة، ونقلب الرقاق على طول في كل وش. مش هياخد 5 دقايق بس تكون النار مرتفعة والطاسة بتاعتنا تكون سخنة جدا. وزي ما حضراتكم شايفين بنسويه بكل سهولة، ما بياخدش وقت، والنتيجة زي ما انتم شايفين ان شاء الله تعجبكم. يعني مش هنعوز نسويه في الفرن، هنا في الطاسة بيطلع لين وممتاز في تسويته. بس اهم حاجة تكون درجة الحرارة مرتفعة في الطاسة بتاعتنا. وعملناه بكل سهولة، ما خدناش فيه اي تعب، وزي ما انتم شايفين النتيجة ما شاء الله ممتاز. طبعا لأول مرة بتشوفونا متنسوناش بقى باللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وتخشوا القناة عندنا وتشتركوا فيها وشوفوا الفيديوهات اللي فيها، وان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لنا رأيكم، ويكون ناجح معاكم بإذن الله. لاين جدا ما شاء الله.